حلوة يا بلدي. مشكلة السكن هي المشكلة اللي بتواجه أغلب الشباب في مصر. ده مش بس دلوقتي، لا ده من فترة طويلة جدا. البعض هرب منها بالإيجار، وده برضو يعني جزء كبير من الدخل، خلينا بنقول إنه بيروح في الإيجار. جزء تاني قرر إنه يأخر جوازه لغاية ما يقدر يأسس الشقة، وفي الأغلب ما بتكونش مرضية لطموحاته. طيب معانا شاب محمود عبد الشافي، هو ضيفنا النهارده. لقى حل بديل طرحه من خلال مبادرة أطلقها في الفيسبوك بعنوان بيتك بإيدك. قدرت المبادرة دي تحل المشكلة لعدد من الشباب اللي شاركوا فيها. تعالوا نسمع هو عمل إيه، يمكن يفيدك الكلام. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. محمود، قول لي إيه المبادرة بالظبط، إيه اللي أنت عملته؟ احنا مبادرتنا اسمها بيتك بإيدك. احنا مبادرتنا بتناقش مشكله ضخمه اللي هي مشكله السكن، اللي هي تقريبا مش بس الشباب وكبار، ما فيش حد ما بيسكنش. احنا عندنا مشكله. اولا هي السلعه العقاريه هي بتترجم في الاخر يا اما شقه يا اما محل تجاري يعني. احنا عندنا مشكله. احنا لو طرحنا سؤال في الشارع والناس ماشيه تعرف تكلفه الشقه دي كام، واعتقد مثلا النسبه لا تتعدى ال 2% هو اللي هيقول لك دي كام، وهيقول لك سعرها مش هيقول لك تكلفتها كام. فاحنا عندنا مشكله اصلا في ان احنا نعرف تكلفه المنتج. تكلفه المنتج دي احنا مش هنعرف نعملها او هنعرفها اصلا الا لما ننفذ احنا العمليه البنائيه بالكامل عشان نعرف في الاخر تكلفه المنتج. احنا اللي عملناه، احنا بنجمع مجموعات، كل مجموعه بنفس الامكانيات الماديه، بنشتري لهم ارض وبنبنيها. كان الناتج ايه؟ كان الناتج على الاقل وفر 50% من ثمن الشقه اللي مطروحه في نفس الشارع. طب وهو ثمن الارض ما هو كبير برضه؟ ما هو هي الفكره هنا حضرتك. احنا بناء على او نتيجه لان المجال العقاري اصلا بيحتاج اموال طائله، فهو قاصر على مجموعه صغيره اللي هم المستثمرين اللي هو معاه راس المال. فانا حل ايه عشان اقدر اواجه راس المال ده؟ ان انا فكره الشيرنج، فكره المشاركه، ان كل 10 15 يمثلوا رجل اعمال، بس هم هيعملوا الكلام ده بهدف السكن. يعني انا دلوقتي الارض ما فيش ارض اقل من مليون 2 مليون. الكلام ده يعني بما انه قاصر على رجال اعمال او اللي معاهم فلوس، فطبيعي هو المتحكم في السلعه، او السلعه طبعا متروكه للعرض والطلب وراس المال، فطبيعي هو هيحط الرقم اللي هو عايزه لمجرد ان هو اللي معاه الفلوس. حل دي ايه؟ حل دي ان انا فكره الشيرنج، ان انا اجمع مجموعات تمثل هي رجال الاعمال. بس هو هنا بيعملها بهدف السكن، ان هو يحل مشكلته، ان هو ياخد السلعه بثمنها. هو مش معنى ان هو يبني يعني بنفسه ان هو هيروح ويحط شويه طوب وخلاص، لا هو عادي، هو هيسندها المهندس، كل تكلفه العمليه الانشائيه بالكامل موجوده. هو اللي احنا اللي شلناه بس هو مكسب التاجر او مكسب المستثمر ما بعد عمليه البناء. طب ما لو دخلنا، انت التشطيب برضو مش رخيص، يعني كل الحاجات دي غاليه. هو حضرتك هو غاليه، عشان هو غاليه بالنسبه لايه؟ غاليه بالنسبه لحضرتك السعر اللي انت سامعاه، ولا غاليه بالنسبه لتكلفتها؟ بالنسبه لتكلفتها مش غاليه، لان احنا طبقنا ده. احنا اوريدي طبقنا ده. احنا طبقتوه فين بقى؟ قول لي، يعني اشتريتوا اراضي فين؟ احنا خلصنا 13 مشروع بالكامل. 13 خلصناهم. ده من بقالك قد ايه في احنا بص حضرتك، احنا طرحنا المبادره في شهر 2 يعني بالظبط من سنه ونص. 2015 2015 ومخلص 13 مشروع. 13 مشروع، وفي اوريدي دلوقتي احنا توقفنا بقى لنا شهرين عشان احنا دلوقتي في مركزين دلوقتي في هيئه المخافه العمرانيه طرحه شويه اراضي، فاحنا بنحاول ندخل نتخصص لنا احنا اراضي من وعادي هنشتريها زي لان هي مطروحه في الاسكان المتميز، ففي امكانيه ان احنا ممكن ندخل. فاحنا مركزين في دي الاول، احنا ندخل في المخافه العمرانيه. طبقنا مشاريع في اسيوط، طبقنا مشاريع في القاهره هنا في فيصل وفي المعادي وفي حدائق الاهرام، طبقنا مشروع في اسكندريه، طبقنا مشروع في المنيا، بني سويف. كل الكلام ده احنا شغالينه. احنا في مشاريع طبقناها اصلا من قبل ما نطرح المبادره. يعني احنا اصلا حتى في طرحنا للمبادره احنا قلنا ان احنا طبقنا الفكره في اكتر من 10 مشاريع لما طرحناها، وبناء عليها يا جماعه احنا بندعوكم ان انتم تطبقوها زينا. هل احنا الفكره خاصه علينا؟ احنا طارحين الفكره بالكامل، مش معنى ان احنا قايلين احنا اللي طارحين الفكره وان احنا مسمينها بيتك بايدك ان احنا بندعو ان احنا يا جماعه تعالوا اشتركوا معانا احنا بس. احنا بننفذ بس ايا كان مجموعه شباب. معلش، انا دلوقتي واحده دخلت على المبادره، حلو، وجيت قلت ان انا عايزه ابقى معاكم، عايزه مثلا اسكن، بقول قايله لك الاول ان انا مثلا عايزه اسكن في المنيل، الهرم مثلا. انت بتقعد بقى بتاخد انا في يمين ومواصفاتي ايه وبعدين بتحاول تجمع معايا مجموعه تانية، ولا بتعمل ايه بالظبط؟ احنا اوريدي جمعنا، احنا اوريدي طرحنا ويب سايت
عندنا دلوقتي عدد المشتركين فيه تخطى 18,000. حلو. انا دلوقتي واحده بسمعك كويس كده، فقمت دخلت على فتحت بيتك بايدك وقمت دخلت على المبادره وقلت ان انا مثلا عندي اسره، شاب مثلا او شاب متجوزه وعندي طفل لغايه دلوقتي وعايز اسكن، نقول في الهرم كويس مثلا، كويس. مدينه نصر، كويس. المنيل، اي حته. انت بقى بتاخد المعلومه دي بتعمل ايه بقى؟ انا قول لي بجمع بقى المجموعات البروسيجرز اللي دلوقتي. بتمشي بيها. انا دلوقتي عندي مثلا زي ما حضرتك بتقولي، مثلا عندي عدد المسجلين مثلا جوه منطقه الهرم حوالي متخطين ال 500 فرد. ال 500 دول هل في نفس الامكانيات؟ لا طبعا مش نفس الامكانيات. في عندي حد مسجل ب 100,000، حد مسجل ب 200,000. اهو بيقول لك الرقم طبعا اللي لازم هو ممكن يشارك اللي انا فيه. اقدر، ما هو انا لازم انا اعرف برضو امكانيات الناس اللي داخله، لان في مشروع هيبقى محتاج السهم فيه او محتاج المساهم فيه يكون معاه 200,000. فال 100,000 ده انا هعمل له مشروع تاني وممكن في نفس الشارع عادي. هو هتفرق في ايه؟ تفرق في ايه من 100 ل 100؟ تفرق في المساحه بس ما يقسطش. لا طبعا بيقسط طبعا. احنا بندفع ثمن الارض بس كاش، والمباني دي بنقسطها. يعني احنا حضرتك احنا بندفعه دلوقتي ثمن الارض كاش اللي هو مثلا هيمثل 50% من قيمه السهم. مين اللي بيقسطها بقى؟ احنا طبيعي حضرتك احنا لما بنبني مش بناخد العمليه الانشائيه بتاخد لها سنتين لوحدها. اي عماره يعني تقريبا اي برج في بيدوا الفلوس لمين؟ ليك بقى ولا المقاول؟ طبعا احنا ما بنتعاملش، احنا كل اللي بنعمله ايه؟ احنا بنجمع المجموعات دي، والارض هم اللي بيشتروها باساميهم، بيروحوا يشوفوها بقى. انت بتقول له في ارض كذا كذا كذا. احنا كل اللي بنعمله احنا بندرس الارض اصلا قبل طرحها. يعني بنشوف الارض، بنشوف سعرها كويس مناسب ولا مش مناسب، اوراقها مبدئيا، وطبعا كل واحد بعد كده بيراجع كل الكلام ده ورانا براحته. احنا كل اللي بنعمله بنقول يا جماعه تعالوا اهو ادي الارض، الشقه هنا هتقع عليك ب 10 جنيه، وهي نفس الشقه مطروحه قدامك في نفس الشارع ب 5 جنيه. بيدرس هو عادي، بيسال براحته، بيشوف براحته زي ما هو عايز. بعدها بنشتري لهم الارض باساميهم. بعد كده بنوصلها بالمهندس او المقاول اللي هيبنيها لهم، برضه بنفس فكره الشيرنج يا جماعه. وبنديهم بنوصل لهم ديل. هو طبيعي الديل بتاع المقاول ده طبيعي بالتقسيط. يعني هو ما فيش حد بيروح يدفع المقاول ثمن العماره مره واحده. عادي بيديله 10 جنيه في 10 جنيه في 10 جنيه لحد ما يخلص على العمليه الانشائيه. فهو اللي دفعه كاش، دفعوا ثمن الارض، وبعد كده بيقسط المبنى. مع مين؟ مع متخصصين طبعا، مش معانا احنا كل اللي عملناه بس انت دورك بيخلص بقى لغايه الارض وبتعرفوا بالمقاول. احنا بنجمع الناس بس مع بعض، هم بيشتغلوا لوحدهم. طب معلش بعد اذن حضرتك استاذ محمود، يعني سؤال، انت مستفيد بايه؟ طيب احنا 13 مشروع بالكامل اللي احنا نفذناهم، يعني حتى موجودين المشتركين، احنا ما فيش اي استفاده ماديه. احنا اصلا في كل الفكره ان احنا حلينا مشكلتنا احنا كشباب، وحبينا احنا نشاركها للناس. انا واحد من الناس اللي كنا بندور على شقه، برضه كان يعني اتواجهنا او اتفاجئنا بالاسعار واسعار العقارات اللي هي شبه خياليه. وبعدين ما فضلناش وقفنا، جمعت مجموعه من اصدقائي، وصلنا حوالي 15 فرد. يا جماعه انا معايا 100 وحضرتك معاك 100 ومعاك 100، تعالى احنا نشتري الارض واحنا اللي نعملها واحنا نبنيها. انا عشان محتك بس بالمجال العقاري، اصلا شغال مطور عقاري، فطبيعي عارف الاسعار وعارف ان انا لو عملت ده هوفر ده. جمعنا احنا مجموعه وبالفعل نجحنا، عملنا مشروع واثنين وثلاثه. طب يا جماعه احنا ايه رايكم؟ احنا ممكن نشير الفكره دي للناس، اللي حابب يستفيد. احنا الفكره على فكره انت ما بتستفيدش باي حاجه خالص. لا اصلا الفكره الفيديو ده حضرتك لو كنت شفتيه، الفيديو ده 6 دقائق في كل الفكره بالكامل. هو مش محتاجني في حاجه. يعني لو احنا عايزين نستفيد كنا هخلي 10% من الفكره هو اللي حضرتك محتاجاني فيها، يعني عشان ترجعي لي عشان انا انفذها لك وقلت شروطي. احنا الفكره بالكامل مطروحه في فيديو. حضرتك اي حد، اي مجموعه، اي واحد يقدر يقعد مع 10 اشخاص بيوريه الفيديو بالكامل، مش محتاجني في حاجه، مش محتاج حتى يرفع على سماعه التليفون. احنا اي نعم احنا عاملين قصه شارع، واي حد عايز يستفسر عن حاجه مفيش مشاكل. في الفيديو شارح كل الفكره بالكامل. وزمايلك اللي معاك اللي بيشتغلوا في نفس الشغل، انتوا كام واحد تقريبا؟ لا هو انا لوحدي اللي طرحت الفكره بس. لا طبعا كام واحد دلوقتي شغالين في الحكايه دي؟ احنا دلوقتي الفريق وصلنا ل 12 واحد. ولا واحد فيكم مستفيد؟ لا خالص. لا الفكره، ما انا بقول لحضرتك، هو في ناس على فكره بتنفذ الفكره بالفيديو من غير ما يرجع لنا. يعني على فكره لو دخلتي حتى دلوقتي بدات ناس تاخد الفيديو وبدات هي اصلا تشيره وتعمل صفحات، ويا جماعه كذا كذا في محافظات احنا ما نزلناهاش، في بورسعيد، في التجمع، بنشوف احنا ده، والناس بتعمل يا جماعه احنا ما عندناش مشكله في ده. يعني هو بيرجع خلي بالك في فلان منزل الفيديو بتاعك وبيشتغل، انا ما عنديش مشكله في ده. انا عندي مشكله في ان انا احل مشكله سكن. احنا مهما حصل احنا مجموعه شباب، انا مش هعرف احل مشكله الدوله، مش هعرف احل مشكله الناس دي كلها. يعني مهما كانت بتحاول. احنا بنحاول. لو كل واحد حل مشكله 10 حواليه، فانت حلت مشكله 10 اسر. 10 اسر دول متوسط 4 اشخاص، فبنتكلم في 40 شخص غيرنا حياتهم.
بعد كده الفكره مجرد ما ال 40 دول يفكروا واحد منهم هيبدا يشتغل في اللي حواليه، وهكذا. هو ده اللي حاصل بالفعل. انا بقول لك ان مش بس احنا دلوقتي بنطبق، على فكره احنا مغيرين برضه في اسعار الشارع. يعني الشارع اللي احنا طرحنا فيه وخلصنا فيه وبنقول يا جماعه الناس استلمت بالمتر ب 1700 بدل ما هو 5000، التجار بدات تنزل السعر وبدات تبيع في نفس الشارع ب 3.5 و3. يعني انت مش بس بتاثر بشكل مباشر في ان انت تسلم وحده سكنيه باقل من ثمنها او بثمنها الحقيقي، هي مش باقل من ثمنها، هي بثمنها الحقيقي للمواطن ايا كان ايه، لا انت بتغير برضه في سعر السوق. وعلى فكره بيتك بايدك دلوقتي ما بقتش بتحل مشكله سكن بس، بقينا نخش عملنا مصنع بفكره الشيرنج، عملنا مدارس بفكره الشيرنج، بنجمع مجموعات. يعني عملنا مدرسه دوليه في اسيوط دلوقتي فيها 200 مساهم. المدارس الدوليه دي مش موجوده في الصعيد كله، بس هي فكره الشيرنج. هي سعيده طبعا باللي انت بتقوله، بشكرك استاذ محمود، انت عملت مجهود جميل. واعتقد اللي يحب يخش ادخل على بيتك بايدك على المبادره على الفيسبوك، لان دي مبادره تستاهل ان انت تخش وتقدر ان انت هتستفيد في الاول وفي الاخر، وحاجه يعني مشرفه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود عبد الشافي صاحب مبادره بيتك بايدك. شكرا لك يا فندم. شكرا لك يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بكون وصلت مع حضراتكم لختام حلقه النهارده من صباح البلد. بكره ان شاء الله الساعه 9 الصبح نلتقي على خير باذن الله. نحضر بقى قهوتنا وفطارنا. اللي هيكون مسافر هيكون وصل. انا عارفه ان انتوا في اجازه، لكن انا هفضل معاكم ان شاء الله طول ايام الاجازه الفتره القادمه. وان شاء الله تبقى اعياد سعيده على مصر جميعا. الى لقاء حتى اراكم غدا صباحا باذن الله.